كنتي في الدار داخل سمعتي الترصيق؟ ما سمعت والو خويا، اقسم يمين الله جابوني حتى العواشر خويا، الناس خرجوني، الناس فكروا قالوا مسكروا العواشر هذا، الناس اللي غتفكروا يخرجوني يفكروا شوفوا هاد الناس ساكنوا واش عندهم ياكلوا وعندهم يشربوا وعندهم واش يعيدوا. حسبي الله ونعم الوكيل. عاش الملك. انا الدار ايله الصوت راه من 2009 اخويا وحنا كنطلعوا كنغلطوا. ما عايشين فيها. راه مش من ابي غابك شي راه دراري شوفي ولدي عنده 18 عام زيد، انا بنتي عندها 11 عام زيد هنايا، راه انا في الدار عندي 16 عام وانا كنشوف فيا باقا لي قدام. هاد الناس اللي يقول لك سمعوها كتردد وما سمعتهاش انا اللي نعسى فيها. خرجونا تفرق اخويا، طلعوا عليا خويا، ما خلاونيش انا ندور له وكون نكرت، ما خلاونيش نهز الجلابيه ديالي، ما خلاونيش نهزها. خديت اوراق خليتكم غزيت لك الكارت ديالي اللي هزيت، ها هو خويا هزيت لك الكارت ديالي اللي هزيت، هو اللي هزيت بوحدو. هادشي خويا اللي هزيت، وهزيت التليفون ديال الدري، ها انا خويا اللي هزيت، ها ما هما الوراق خوتي اللي هزيت، ما هزيت شي حاجه اخرى والو، ما هزيت والو خوتي، هادو هما خوتي الوراق اللي هزيت، ما هزيت شي حاجه اخرى، ما خلاوني نهز شي حاجه، غير الناس اللي عطاوني جلابيه لبستها. معنا فين تباتي اليوم؟ اقسم بالله خويا من هاد الليله هادي كنحس براسي مشرده وانا ناعسه بالزنقه، ما عنديش هاد الناس ما حسوش بالحاله ديالي كي غنعيش. علاش واش الحقره؟ الحقره خوتي هادي الحقره، اقسم بالله بنات كتسمى حقره. من نهار يا خوتي انا ناعسه انا ولادي في الزنقه ولا ما قدها حتى شي واحد، ما قدهاش نقلبوا. علاش؟ واش خويا نكون انا يهوديه انا يهضروا معايا ويدوروا عندي ويشوفوا بالحاله ديالي؟ باش ما يطمئنوك يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. عاش الملك، عاش الملك. الله يجازيكم اخوتي. انا اخوتي راه عييت، النمره ديالي اخوتي 0704 74 52 86. ما بقاش عندي اخوتي الجداد باش غنهضر. 07 04 74 52 86 86. دابا نمشيو موالفين مشيتي عندهم والو خويا مشيت عندهم دابا كيخرجوني باش نهضر معاهم، رجعوني اللور. شو بغيتي تقولي لي؟ بغيت نشوف انا نهضر معاه واش من حقي يا خويا انا على قول الله اكبر، واش هاد الناس غيحسوا بيا انا من غنعس انا ولادي هاد الليل ولا ما غيحسوش بيا ولا ما غينعسوا مرتاحين؟ انا شفناك مشيتي عندهم مشيو واحد ورجعوني وجراو عليا خويا، ما عنديش فين نعيش، اقسم يمين انا خويا انا يتيمه، ما عندي لا امي لا با، ما عنديش خويا. خرجوني طويله هاد الناس، انا خرجوني طويله عطوني برا كنعس انا ولادي. مشرد انا كنقول لك من هاد الليله خويا مشرد انا حسب الزنقه انا ولادي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الناس اخويا ما هزوش بيا وما عطاونيش شوق حتى نهضر معاهم، ما خلونيش نهضر معاهم. كتشوفوا فيهم باقي الحوايج قناه شوف تيفي كتشوفوهم، هي ولادها قناه شوف تيفي كتشوفوهم. انا مشيت لهاد المسؤول باش نهضر معاه ورجعوني ما خلونيش باش نهضر معاه، باش انا نحس براسي واش انا مواطنه. راه انا مواطنه مغربيه. عاش الملك، الله يجازيكم اخوتي، راه عاش الملك، الله يرحم لكم الوالد. راه عييت ما بقاش عندي الجهد باش غنهضر. 07 04 74 52 86. شكرا. إذن الصورة أمامكم متابعينا الكرام هنا من أمام منزل بن سعيد الدكالي. الصورة أمامكم لسيدة في حالة هستيرية أمام المنزل المنهار هنا متابعينا الكرام. الصورة أمامكم متابعي قناة شوف تيفي. استنفار أمني كبير هنا بعين المكان، وكذلك استنفار للسلطات المحلية لتواجد عدد كبير من الناس. السيدة كيف ما شفتوا معنا كانت في حالة هستيرية بسبب أنها كانت هنا وكتحس بأنها تشردات، حويجاتها مازال فوق، كلشي مازال فوق، وما عندها في تمشي لحدود الساعة. الله يدير شي شاول ديال الخير يا رب، الله يدير شي شاول ديال الخير يا ربي. والناس بغات تطلع تجيب حويجاتها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هذا هو المنزل. واحد هرب ليهم دخل داخل، واحد لا بس طارق البوليس ادخل داخل.
فيروس خطير يكبد مزارعي بطيخ تارودانت خسائر فادحة. وهذه التفاصيل: يشتكي العشرات من مزارعي البطيخ الأحمر بإقليم تارودانت من فيروس غامض أثر بشكل كبير على جودة منتجاتهم من حيث اللون والطعم، ما كبدهم خسائر مادية تجاوزت نصف مليار سنتيم. ووفق تصريحات متفرقة لعدد من الفلاحين بتارودانت، فإن الفيروس الذي لم يعرفوه من قبل أثر على المظهر الخارجي لفاكهة البطيخ، حيث أصبح لونها مائلا للإصفرار، مما جعل قيمتها المالية تتدنى إلى حد كبير. ووفق الفلاحين المتضررين من الفيروس، فإن سعر البطيخ أصبحت بعد تغيير لونه وطعمه لا يتجاوز 20 درهم للقنطار الواحد، وهو مبلغ زهيد لا يغطي حتى تكاليف الجني والنقل والتسويق.